قاعد على مكتبه بكل هيبة ووقار، وملامح الغضب مغطية وشه. دخلت عليه ست أربعينية، بصت له بنظرات قلق، وهو بصلها بنظرات نار، وقال: اتأخرة ليه لحد دلوقتي؟ أنا آسفة يا مراد باشا، بس بنتي كانت تعبانة. انتي مطرودة برا. أنا آسفة والله يا مراد باشا، مش هتتكرر، بس محتاجة الشغل ده قوي. خبط مراد على المكتب وقال بحدة: قلتلك برا. خرجت الست وهي بتعيط، وهو نفخ بضيق وخرج من المكتب. كل اللي حواليه كانوا بيبصوله برعب، وقاموله باحترام لما شافوه ماشي غضبان. راح على مكتب صاحبه خالد، وسمعه وهو بيتكلم في التليفون وبيقول: ايه يا حبيبتي، عاملة ايه؟ بقالي يومين مش بشوفك، ليه كده؟ مراد صرخ فيه: خالد! خالد اتفزع ووقع منه التليفون وقال له: في ايه يا مراد؟ مراد قرب منه وقال له بحدة: في انك سايب شغلك وبتتكلم في التليفون. والله يا مراد انا كنت بشتغل، بس اول ما مسكت التليفون انت دخلت. مراد بصله بنظرات كلها غضب وسابه ومشي. ومراد اتنهد براحة لما مشي. رن موبايله وكان باباه بيتصل عليه، وفتح الخط ولقى والده بيقوله: ايوه يا مراد، تعالى لي البيت بسرعة. قفل التليفون وركب عربيته واتحرك على البيت. وصل لقصر كبير بتاع عيلة الأنصاري، وطلع على أوضة أبوه وقعد جنبه. بص يا مراد، انت هتتجوز جميلة. انت عارف ان عمك الله يرحمه كان موصيني عليها، وهي أمانة في رقبتي. مراد بصله بغضب وقال له: انا مش هتجوز يا عصام يا أنصاري. انت هتعصى كلامي ولا ايه يا مراد؟ مراد ضغط على كفوفه من الغضب وقال: انت اصلا مالكش مكانة في حياتي، دايما عايزني اعمل اللي في دماغك وخلاص. مراد خلص كلامه وطلع بسرعة، لكنه لقى امه واقفة بره وسمع الحوار. قرب منها وبس راسها وقال لها: مالك يا امي؟ زهقت من المشاكل اللي بينك وبين ابوك، كفاية بقى. هو دايما قاسي عليا من وانا صغير، عمري ما حسيت بالامان معاه، بس هو بيحبك والله. اسمع كلامه واتجوز بنت عمك، هي ملهاش حد غيرنا وانت عارف. مراد حس بالضعف قدام كلام امه، لانها اغلى حد عنده في حياته. هز راسه بالموافقة وراح على اوضته، وكان بيفكر وهو متغاظ في موضوع الجواز. تاني يوم عصام جمع العيلة كلها، ومعظمهم من اصحاب المناصب العالية. مراد نزل من فوق بهدوء وشموخ، والبنات كلها كانت بتبص عليه باعجاب، الا واحدة كانت قاعدة مش بتبص عليه خالص. عصام والد مراد بدأ الكلام وقال: احنا متجمعين عشان نحدد فرح مراد وجميلة. جميلة بصت بصدمة لانها ما كانتش عارفة حاجة، وحاولت تتكلم لكن امها وقفتها عن الكلام. خلص الاتفاق على كل حاجة، وهو كان قاعد بنظرات باردة مش فارق معاه. لما الاجتماع خلص طلع على جنينة القصر وقعد على كرسي، والبنات كلهم جريوا وراه ما عدا جميلة اللي مهتمتش. بنات قربوا منه وهو كان باصص قدامه بجمود. مريم بنت عمه قالت له: ازيك يا مراد، جايين نقعد معاك شوية. مراد بصلهم بنظرة كلها غضب وقال بصوت عالي: امشوا من قدامي. حاولت مريم ترد بس هو قاطعها بغضب: قلت امشوا. مشوا بسرعة من قدامه بخوف. وجه يوم الفرح وكل حاجة كانت جاهزة، وجميلة خلصت تحضيراتها ولبست الفستان، لكنها ما كانتش مبسوطة. مفيش مشاعر من ناحيته غير انها مضغوطة من اهلها. مراد جه واخدها من غير ما يتكلم ولا كلمة، وراحوا الحفلة اللي مليانة ناس كتير من معارف العيلة. خلص الفرح والكل كان مبسوط ما عدا مراد وجميل. وصلوا الفندق ودخل مراد وقعد وحط رجل على رجل وبصلها من فوق لتحت. جميلة كانت مرتبكة من نظراته، لكنها حاولت تكون ثابتة. قال لها ببرود: ما تفكريش انك عروسة بجد، احنا جينا هنا بس عشان امي قالت لي انا لا بحبك ولا هحب واحدة زيك. وسابها ودخل الحمام، وهي بصت وقالت بغضب: هو فاكر نفسه مين ده؟ بعد شوية خرج وهو بينشف شعره، شافها قاعدة في مكانها وقال لها: مش هتفضلي قاعدة كده طول اليوم، روحي غيري هدومك. بصيت له بضيق وخدت هدومها وراحت عشان تغير، وخرجت. بعد شوية شافته قاعد على السرير. انا هنام فين؟ بصلها من غير اهتمام وشاور لها على الكنبة. عايز تسيبني انام على الكنبة وانت نايم هنا عادي؟ بصلها بحدة وقال لها: صوتك ما يعلاش، ده اولا. ثانيا بقى انتي هتنامي مكان ما قلتلك، وما بحبش حد ينام جنبي. انت فاكرني عبدة عندك ولا ايه؟ انا اللي مش عايزة انام جنبك اصلا. وراحت ناحية الكنبة ونامت عليها، وراحت في نوم عميق. تاني يوم صحيت على أشعة الشمس اللي دخلت من شباك الأوضة. قامت وهي رقبتها وجعها جدا بسبب نومة الكنبة. بصيت له لقيته نايم. قالت:
واحد مغرور. دخلت الحمام وبعد شوية خرجت وسرحت شعرها. صحي من النوم لقاها واقفة قدام المراية، بصلها بغضب ودخل الحمام وخرج لبس هدومه وخرج من الأوضة. هي مهتمتش بيه ولا فرق لها، وراحت واتمددت على السرير. وبعد فترة سمعت باب الأوضة بيخبط، وكانت مامتها. حبت بمامتها ودخلتها. محدش يعرف اني جيتلك، فين جوزك؟ قالت بعدم اهتمام. خرج ازاي يا بنتي في اليوم ده؟ ما يخرج يا ماما، هو انا هفضل اتحايل عليه يفضل جنبي يعني؟ ايه يا بنت البرود اللي فيكي ده؟ طيب هو عاملك ازاي امبارح؟ خلاني انام على الكنبه وبيكلمني كاني خدامه عنده. انا عارفه مراد ده طول عمره قاسي، بس يا بنتي لازم تغيريه ويحبك. مش عايزاه يحبني. جميله هتسمعي الكلام، عاملي جوزك حلو وبلاش تعنديه عشان هو مش بيحب العند. خليه يحبك. مش كفايه انكم جبرتوني عليه وانا كاني ماليش راي؟ ده لمصلحتك يا بنتي، وخليكي عارفه ان انا اكتر واحده عايزه مصلحتك ومش هضرك. وبعد شويه مشيت حسناء من عند جميله. جه الليل وهو دخل الفندق ودخل الاوضه لقاها قاعده على السرير، مهتمش بيها وهي غضبت جدا من تجاهله ليها. بعد فتره خرج من الحمام وهو عاري الصدر. فتحت عينيها بصدمة وقالت انت خارج كده ازاي؟ في واحدة قاعدة معاك هنا. بصلها وهي ارتبكت من نظراته وقال لها ببرود انا اعمل اللي انا عايزه وانتي ما تتدخليش، ولو مش عاجبك اخرجي بره. راح ناحية السرير واتمدد على السرير. على فكرة انت نسيت تلبس التيشيرت. لا انا قاصد وبحب انام كده واذا كان عاجبك. وبعدين انتي نايمة هنا ليه؟ مش هنام على الكنبة، وزي ما انت نايم مستريح على السرير انا برضو هنام هنا. قال لها بعدم اهتمام وهو مغمض عينه. براحتك بس تحملي نتيجة اللي بتعمليه. فهمتش هو يقصد ايه وما اهتمتش وراحت في نوم عميق. بعد شوية قلقت ولقت الدنيا ضلمة جدا وهي بتخاف من الضلمة. مسكت فيه بخوف واطمنت وراحت في النوم. هو صحي من النوم قبلها ولقاها ماسكه فيه واستغرب جدا وقعد يبص لجمالها اللي ما كانش واخد باله منه. كأنه اتضايق من نفسه وقام بسرعه بعصبيه. ايه يا غبي، هتحبها ولا ايه؟ صحت جميله نتيجه انه قام بسرعه لانها كانت ماسكه فيه. في ايه؟ انت بتقوم كده ليه؟ حضرتك كنتي ماسكه فيا ليه؟ انا صحيت لقيتك حضناني وماسكه فيا. افتكرت جميله اللي حصل امبارح. كان الجو ضلمه قوي وانا ما حسيتش بنفسي غير وانا ماسكه فيك عشان اطمن وانام. ليه؟ حد قالك اني مخده ولا حاجه؟ بعد كده هتنامي في حته وانا في حته. وسابها ودخل الحمام وهي لامت نفسها على غبائها. يا غبيه، يعني ما لقيتيش غيره هو وتمسكي فيه؟ مر يومين وهم بنفس الحاله وجهزوا شنطهم عشان يروحوا قصر العيله. في الطريق قالت له احنا هنروح بيت العيلة ليه؟ مش المفروض نعيش لوحدنا؟ قال لها ببرود اولا ده مش بيت، ده قصر، وكمان مكفي العيلة وفي اوض كتير جدا فاضية، وانا لو هعيش لوحدي مع حد هتكون البنت اللي بحبها وهكون مراتي بإرادتي. ساعتها اشتري لها قصر ليا انا وهي، وده كمان مستحيل يحصل لان عمري ما هحب ولا في بنت تقدر تخليني احبها. اتنهدت بضيق منه. وبعد شوية وصلوا القصر وكل العيلة كانت مستنياهم وبتستقبلهم، والبنات طبعا كانوا بيبصوله بهيام. الكل رحب بيهم وهو راح لوالدته وحضنها وبس راسها، فهي الوحيدة اللي بيحبها في الدنيا دي. طلعوا هما الاتنين لأوضتهم وهو نام على السرير وهي قالت له مش هتغير هدومك؟ قلتلك قبل كده ما تتدخليش في أي حاجة بعملها. براحتك. دخلت الحمام وهو راح في نوم عميق. وبعد شوية هي خرجت من الحمام وقعدت تبصله وهو نايم. بصت له واتأملت ملامحه الجميلة والهادية واللي بيخبيها ورا قناع قسوته. راحت نامت على السرير وغمضت عينيها وراحت في نوم عميق. تاني يوم صحيت ملقتوش. لبست هدومها ونزلت تحت وقعدت جنب مامتها. ايه الأخبار يا جميلة؟ زي ما احنا يا ماما، نفس قسوته معايا. وانتي يا ترى اسلوبك ايه معاه؟ انا مش بسكت له لاني مش عبدة عنده، اكيد مش هسكت لما يزعقلي او يهني. يا بنتي احنا ملناش حد، وانتي عارفة ان باباكي موصي عمك انه ياخد باله مننا، عشان كده عمك يا بنتي مش سامح لينا نخرج وبيخاف عليكي. ومراد فعلا قاسي ومش بيرحم، بس اكيد ورا شخصيته دي حاجة تانية تقدري تخليه يحبك وتبقوا زي اي اتنين. مش بقولك اعملي حاجة غلط، ده جوزك. جميلة هزت راسها لمامتها وسكتت. اما بره في جنينة القصر كانوا قاعدين 3 بنات. مريم قالت بغضب بقى ست جميلة دي تاخد مراد ازاي يعني؟ ده احنا كلنا هنموت عليه وهو ولا معبرنا اصلا. تيجي دي تتجوزه؟ وكمان عمو عصام اللي مختارها من وسطنا عشان ابنه. شمس
ما انتوا عارفين انها المفضلة لعم عصام وبيحبها قوي، مع انها بنت اخوه واحنا برضو بنات اخواته، بس دايما بيفضلها علينا. في شركة الانصاري فوصل مراد للشركة ونزل من عربيته وطلع لمكتبه، والكل وقف احتراما ليه. بعد مدة دخل صديقه خالد. اهلا بالعريس. مراد بصله بغضب وما ردش عليه. ايه يا ابني انت مستعجل قوي على الشغل؟ ده انت ما كملتش اسبوع جواز. هبد على مكتبه بعصبية وقال في ايه يا خالد؟ هتقعد تتكلم كتير؟ اهدى يا مراد وبطل طبع العصبية اللي فيك ده يا اخي. اطلع بره يا خالد. بصله خالد بقلة حيلة وخرج من المكتب. اما بالليل فقعد الكل على السفرة وهم بيتعشوا مع بعض. كان مراد باصص لأحد شباب العيلة وبيراقبه، ولاحظ انه بيبص لجميلة لانه كان عارف انه بيحبها، لكن عمه ما وافقش عليه واختار لها مراد. قطع الصمت بتاعهم كلام حسام وهو بيقول لجميلة ازيك يا جميلة؟ الحمد لله يا حسام. كل بص لمراد وهم خايفين من نظراته لانهم عارفينه كويس. هي كمان لاحظت نظراته اللي بتبصلها بغضب وخافت منه. أمن على كرسيه وراح لحسام وقال له ابقى فكر كده اتكلم او حتى تبص لمراتي وانا همحيك من على وش الارض. شاف حسام من نبرة صوته الكل كان قاعد يبص لهم بخوف. مراد مسك ايد جميلة وشدها ومشي بيها من غير ما يتكلم ولا كلمة. طلعوا لأوضتهم وهي كانت مرعوبة منه وقفل الباب بالمفتاح. بصلها وقرب منها وقال بغضب بتردي عليه ليه؟ هو أنا مش مالي عينك؟ قالت له بارتباك هو بيسلم عليا أكيد لازم أرد. بصلها من فوق لتحت وقرب منها وقال لها انتي قد كلامك ده؟ بصت له بخوف وقالت له مراد انت عارف ان جوازنا مش حقيقي. ايوه مش حقيقي وانا هخليه حقيقي. تاني يوم الصبح صحي وفرك عينيه لقاها نايمة بهدوء. بصلها وبص لملامحها الهادية، لكن بسرعة انتبه لنفسه وقام من سريره ولبس هدومه وراح شغله. صحيت جميلة ولبست هدومها ونزلت تحت. كل كان بيبصلها بترقب، عايزين يعرفوا هو أذاها امبارح ولا لا، لكنها مهتمتش بيهم وراحت قعدت جنب مامتها. جميلة انتي كويسة يا بنتي؟ عمل فيكي حاجة؟ ايه يا ماما في ايه؟ خايفة كده ليه؟ شفتيش امبارح كان عامل ازاي؟ ده كان زي الوحش، خفت يكون اذاكي. ماما انا كويسة قدامك اهو. وبالليل الكل اجتمع على العشاء. عصام والد مراد قال عايزكم تفضوا نفسكم عشان نطلع 3 ايام ونروح نخيم وبالمرة نغير جو. كل فرح ووافقوا الرأي واتفقوا ان هم يروحوا بعد صلاة الفجر. جميلة بصت لمراد عشان تشوفه هيعمل ايه، لكنه قام من مكانه وطلع اوضته وهي طلعت وراه. ما قلتش رأيك تحت؟ هنروح ولا لا؟ مش عايزة اروح. روح انتي. لا يا مراد مش هروح غير لما تيجي معايا. صلها وهو مش مستوعب لكلامها وحس ان مشاعره متلخبطة وقال لها يعني ايه؟ يعني انت جوزي وانا مش هروح من غيرك. تعال نغير جو يا مراد، انا مش بحب الحاجات دي. قعدت تتكلم معاه واقنعته ووافق بعد ما اتحايلت عليه كتير. وفعلا الكل جهز نفسه وركبوا كلهم عربياتهم وراحوا للغابة جنب بحيرة صغيرة. نصبوا الخيام بتاعتهم وعصام قال لهم بصوا كل واحد عنده الخيمة الخاصة بيه، والكبار خيامهم في حتة والشباب في حتة، وكل واحد راح للخيمة بتاعته. مراد مشي بعيد عشان يعمل مكالمة ومشي وراه ال3 بنات. هي كانت شايفة كل ده وحاسة انها متضايقة جدا من اهتمام بنات عمها بمراد. خلص مراد مكالمته وبيبص وراه لقى ال3 بنات بيبصوله بابتسامة. بصلهم بضيق وقال لهم بتعملوا ايه هنا؟ مريم قالت له جايين نسلم عليك يا مراد ونقعد معاك. لهم بغضب وهو رافع صباعه في وشهم لو جيتوا ورايا تاني في اي مكان ما تلوموش غير نفسكم، ولحد ما نرجع القصر محدش فيكم يكلمني. مريم كانت هتتكلم لكنه قاطعها وقال لها امشوا من وشي يلا. خافوا من نبرة صوته ومشوا من قدامه وهو بص لجميلة وهي ودت وشها الناحية التانية. جه الليل وكانوا كلهم قاعدين مع بعض وبيتعشوا. عصام احنا النهاردة ما عملناش حاجات كتير بس بكرة ان شاء الله هنعمل حاجات كتير. وافقوا الكل على رأيه وراحوا لخيامهم. مراد بص لخيمة جميلة لانه عارف انها بتخاف من الضلمة، لكنه عمل نفسه مش مهتم ودخل خيمته، لكن برضو عقله كان مشغول بيها. الكل راح في نوم عميق وهي صحيت بعد شوية وحست انها خايفة لما شافت الدنيا ضلمة قوي. فتحت خيمتها وهي بتبص حواليها برعب وراحت لخيمته ونامت جنبه. مراد حس بيها وقال لها مالك؟ انا خايفة قوي، الجو ضلمة وانا بخاف من الضلمة. مسكت فيه جامد وحست بالاطمئنان وراحت في نوم عميق. اليوم التاني الكل صحي ومراد وجميلة خرجوا من خيمته، ومريم بصت لهم بغضب لما لقيتها خارجة من الخيمة بتاعته. قعدوا يفطروا وعصام قال يلا
كل اتنين يتقسموا ويروحوا أماكن مختلفة ويقولوا لنا اكتشفوا ايه. الكل حس بالحماس، وهي كمان كانت بتحب المغامرات، لكن بصيت له ولقيته مش فارق معاه اللي بيتقال. عصام قال لي جميلة ايه يا حبيبتي هتكوني مع مين؟ بصت لمراد وعصام فهم الوضع وقال لها خلاص يا حبيبتي تعالي معايا. بصيت له بصة أخيرة ومشيت وراهم وهو قاعد مكانه بيبصلها. كل واحد فيهم راح في مكان مختلف، وراحت جميلة مع عصام، وجت مكالمة لعصام وراح بعيد عشان يرد. فضلت واقفة مستنياه، ولقت حسام جه ووقف قدامها. بتعملي ايه هنا؟ مستنية عمو عصام. قرب منها خطوة ومسك ايديها وقال لها جميلة ليه اتجوزتي مراد وانتي عارفة اني بحبك؟ بصيت له بصدمة وزعقت وقالت له حسام انت اتجننت؟ ازاي تمسكني كده؟ قرب منها اكتر وقال لها انتي بتاعتي انا يا جميلة، هو ما يستحقكيش، انا اللي استحقك، هو واحد قاسي ومغرور. وقرب منها اكتر ومسكها بايده، حاولت تزقه لكنه كان ماسكها جامد. جه صوت من وراهم وزعق لدرجة ان الكل سمع صوته حسام. انتفض حسام من شدة الصوت. راح مراد عليه زي الوحش اللي عايز يقتل فريسته، هو بيبصله بصات قاتلة وضربه بالبنية. كل اتجمع على صوتهم وهم حاسين بالخوف والرعب. مسك ايده وحطها ورا ظهره وضغط عليها جامد لدرجة انه كان هيكسرها. صرخ حسام من كتر الوجع، بصلها لقاها بتترجاه انه يسيبه، رماه في الارض وحسام صرخ من الالم وقال بصوت عالي وغضبان حذرتك ما تكلمش مراتي، واتجرأت ولمستها بإيدك، لمست حاجة ملكي وبتاعتي، وانا بقى هربيك وأعلمك ازاي تلمس حاجة تخصني. كان هيقرب منه مرة تانية عشان يضربه، لكنها قربت منه ووقفت قدامه عشان تمنعه. بصلها ولقاها بتبصله بحزن، ومش عارف ايه اللي حصله من نظراتها. حس بالضعف من نظراتها ليه. مسك ايديها وخدها معاه للعربية ومشي بيها. طول الطريق هي كانت بتبص من شباك العربية بحزن، وهو ما تكلمش ولا كلمة. وصلوا للقصر، طلعت لأوضتها بسرعة وهو طلع وراها. ولما دخل الأوضة اتخضت وقامت من على السرير وقالت له بخوف أنا ما عملتش حاجة يا مراد، والله ما عملت حاجة. بصلها باستغراب من نبرة خوفها وقرب منها خطوة. هي رجعت لورا بتوتر وقالت له مراد ما تأذنيش. بصلها بصدمة، معقولة هي بتخاف منه؟ هو ما تكلمش معاها، لكن عارف انها خافت من المنظر اللي شافته قدامها. بعد شوية جه باقي العيلة واستقر الوضع في القصر. عدى يومين والأوضاع زي ما هي. كان قاعد في أوضته وقايم رايح الحمام، لكن انتبه على صوت رسالة على تليفونه. مهتمش، لكنه لقى فيه رسائل كتير بتجيله. نفخ بضيق وراح ومسك التليفون وفتحه، وبص بصدمة من اللي شافه. لقى صور جريئة الجميلة وهي مع شاب تاني، ومكتوب تحتيها مراتك يا مراد باشا بتخونك.